نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فيسرنا هذا اليوم المبارك أن نلتقيكم في قناة نداء الإسلام المباركة حرسها الله، كما يسرنا أن نستضيف فضيلة شيخنا الدكتور عبد العزيز ابن ريس علي ريس حفظه الله تعالى. وكما لا يخفى على شريف علمكم الشيخ حفظه الله تعالى من أبرز طلاب الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني وغيرهم رحمهم الله جميعا، ولا أحول بيني وبين الشيخ، فليتفضل الشيخ مباركا مسددا. لو تذكر التاريخ يا شيخ وعنوان محاضرة الدرس. إن شاء الله سيلتقيكم الشيخ في محاضرة بعنوان العبادات بين السنة والبدع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم 7 من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والموافق لليوم 20 من شهر 3 عام 21 بعد 2000 بالميلاد، ألتقيكم في محاضرة بعنوان العبادات بين السنة والبدعة. وقبل أن أبتدئها أنبه إخواني أنني لست من أبرز طلاب الشيخ بن باز ولا بن عثيمين ولا الألباني. أما الألباني فما تشرفت بالدراسة عليه، زرته مرة واحدة واستفدت كثيرا وكثيرا من أشرطته وكتبه، أسأل الله أن يجمعني وإياكم إياه في الفردوس الأعلى. أما شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين فلست من أبرز من درس عليهم، بل درست عليهم ودرس غيري من المتميزين أكثر وأكثر وهم أميز. وأسأل الله أن يصلحنا جميعا وأن يتوب علينا جميعا وأن يرحمنا وأن يجمعنا بهم والدين وأحبابنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. نعم. تترجم يا شيخ؟ نعم جيد. أما عنوان هذه المحاضرة العبادات بين والبدعة، فهذا الموضوع مهم للغاية، فإننا ما خلقنا إلا لعبادة الله، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأريد أن أجعل هذه المحاضرة في عناصر وأمور
حتى تسهل وتقرب وتتصور إن شاء الله تعالى. الأمر الأول: الأصل في العبادات المنع والحظر، فلا عبادة إلا ما دل الدليل على أنها عبادة. فعلى هذا إذا اختلف اثنان في عبادة فقال أحدهما هذه عبادة شرعية وقال الثاني هذه بدعة، فالأصل عدم شرعيتها، ولا يقال إنها عبادة مشروعة إلا إذا أثبت من يقول بشرعيتها، إذا أثبت شرعيتها، وإلا الأصل أنه لا يتعبد إلا بما دل الدليل عليه. وقد دل على هذا الأصل أدلة كثيرة. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. وثبت عن الصحابة كابن مسعود وغيره، ورواه جمع عنهم، رواه المزني ورواه غير المزني، أن ابن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وروى الخمسة إلا النسائي وصح الحديث ابن عبد البر والبزار وابن نعيم وغيرهم من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، إلى غير ذلك من الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على أن الأصل في العبادات المنع والحظر. أما القرآن فقد قال تعالى: أم لهم شركاء، وأنا أخرت دليل القرآن لعل في ذلك خيرا لأنه ليس صريحا كأدلة السنة. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. استدل بهذه الآية ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن رجب في شرح الأربعين في كتابه جامع علوم الحكم، وذكر ابن تيمية في القواعد النورانية أن أئمة السنة كالإمام أحمد وغيره استدلوا بهذه الآية على أن الأصل في العبادات المنع والحظر، ولا يقال بعبادة إلا إذا دل الدليل على ذلك. إذن هذا أصل مهم، وهو أن الأصل في العبادات المنع والحظر، ولا يقال بعبادة إلا إذا دل الدليل على ذلك. الأمر الثاني: كل بدعة في الدين فهي ضلالة. لا يوجد في الدين بدعة حسنة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، والشاطبي في كتاب الاعتصام، أن السلف مجمعون على هذا، وهو أنه لا يوجد في الدين بدعة حسنة، بل البدع كلها ضلالة. يا ترى كيف يقال إن في الدين بدعة حسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور. ولا يخفاكم لغة وأصوليا محدثات الأمور نكرة مضافة إلى معرفة فتفيد العموم. قال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وأيضا كل من ألفاظ العموم. فدل هذا على أن جميع البدع محدثة، وجميع البدع ضلالة. وروى المروزي في كتابه السنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. تأملوا: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إذن البدع كلها ضلالة، ولا يوجد في الدين بدعة حسنة. وأفاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاقتضاء والشاطبي والاعتصام أن السلف مجمعون على هذا، وأرجو أن ينتبه إلى هذا، أن السلف مجمعون على أن البدع كلها ضلالة، ولا يوجد في الدين بدعة حسنة. فإن قيل ماذا يقال فيما روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه لما صوتي واضح يا أخوان؟ نعم. فإن قيل
فيما روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه لما دخل المسجد رأى الناس يصلون أوزاعا، أي صلاة التراويح يصلون متفرقين، فقال لو جمعناهم على إمام واحد، فجمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إمام واحد، ثم دخل المسجد فرآهم يصلون جماعة على إمام واحد، فقال عمر رضي الله عنه قولته المشهورة: نعمة البدعة هذه. هذا من عمر رضي الله عنه وأرضاه، تلفظ فيه بلفظ البدعة، قال نعمة البدعة هذه، أي لما رآهم يصلون مجتمعين. ظن كثير من المتأخرين أن كلام عمر هذا يدل على أن في الدين بدعة حسنة، لأنه قال نعمة البدعة هذه، وهذا لا يصح بحال لأمور. الأمر الأول أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يأتي بشيء جديد، وإنما بصلاة التراويح. وصلاة التراويح قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مع الصحابة، وإنما تركها خشية أن تفرض. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وذهب السبب وهو خشية أن تفرض، قال عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصليها جماعة، وإنما تركها خشية أن تفرض، وبعد انقطاع الوحي لا يفرض ما لم يفرض، فإذا لا يخشى أن تفرض، فرجع عمر وأحياها رضي الله عنه وأرضاه. فقوله نعمة البدعة هذه قطعا ليست بدعة في الدين، لأن صلاة التراويح ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على ماذا يحمل قوله نعمة البدعة؟ نحن ما بين أمرين: إما أن نحمله على المعنى الشرعي، وهذا يتنافى مع البدعة، لأن البدعة إحداث في الدين، إحداث عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. وإما أن تحمل على المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، وبهذا يتفق مع حال صلاة التراويح التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة قبله، ويتفق مع الحديث التي منعت من البدع كلها. فإذا لا بد من حمله على المعنى اللغوي. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاقتضاء، وكما في مجموع الفتاوى، والشاطبي المالكي في كتاب الاعتقاد، وابن حجر الهيتمي، انتبهوا، ابن حجر الهيتمي الشافعي في فتاوى قرر بأن البدعة في كلام عمر رضي الله عنه هي البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية. إذن لا يوجد في الدين بدعة حسنة، بل كل البدع ضلالة. وقول عمر نعمة البدعة تقدم الكلام على ذلك، وأن المراد بالبدعة في اللغة لا البدعة في الشرع. هو أكد الذي دعا إلى ذلك هو سببها، وهو أنه ذكر ذلك في صلاة التراويح، وصلاة التراويح قد شرعت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وتركها خشية أن تفرض. فلما ذهب السبب الذي دعاه إلى تركها وهي خشية أن تفرض، بعد ذلك قال عمر ذهب السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، إذن فلنرجع ونحيي هذه السنة. وأظن هذا واضحا إن شاء الله تعالى. تنبيه، وهذا التنبيه الذي سأذكره إليكم تنبيه دقيق، هل أنتم مستعدون لفهمه؟ اسأل إخواننا، أخشى أن لا يكونوا مستعدين يا شيخ. مستعدون؟ طيب ركزوا معي، أرجو أن تركزوا معي. لو أن هناك رجلين، قال الأول يوجد في الدين بدعة حسنة، وقال الثاني لا يوجد في الدين بدعة حسنة، فإنه لا يمكن لمن قال إنه يوجد في الدين بدعة حسنة، لا يمكن بقول بدعة حسنة أن يسوغ البدع. لماذا؟ لأن الواجب على الجميع أن يعتقدوا أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. الذي يقول في الدين بدعة حسنة والذي يقول لا يوجد في الدين بدعة حسنة، كلاهما مقران
على أن الأصل في العبادات المنع والحظر. إذا أراد من يقول إن في الدين بدعة حسنة أن يقول إن هذه العبادة حسنة وإنها تفعل، يلزمه الدليل. إذا كان الجميع متفقا على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فحتى لو قال بأن في الدين بدعة حسنة لا يمكن يقول إن هذه عبادة مشروعة إلا إذا أتى بالدليل على ذلك. وأضرب لكم مثالا: لو اختلف اثنان في حكم الدعاء الجماعي بعد الفريضة، فقال أحدهم إنها بدعة، وقال الثاني ليست بدعة لأن في الدين بدعة حسنة، هذا غلط حتى عند من يقول إن في الدين بدعة حسنة. أتدرون لماذا؟ لأن جميع العلماء سواء قالوا بأن في الدين بدعة حسنة أو لم يقولوا، جميعهم متفقون على أن الأصل في العبادات المنع والحظر إلا لدليل شرعي. إذن حتى من يقول إن في الدين بدعة حسنة ليس هذا مسوغا له أن يحدث في الدين، بل يجب عليه أن يأتي بالدليل. فلا يوجد أحد، لا العز بن عبد السلام ولا القرافي ولا النووي رحمه الله الجميع ولا من تبعهم كابن حجر العسقلاني إلى آخره، لا يوجد أحد منهم يقول بما أن في الدين بدعة حسنة إذن الأصل جواز الإحداث بلا دليل شرعي، بل هم ملتزمون ألا يحدثوا إلا بدليل شرعي. وأول من قسم الدين إلى بدعة حسنة وبدعة ضلالة هو العز بن عبد السلام رحمه الله. والعز بن عبد السلام نفسه شديد في البدع، فإنه اختلف مع ابن الصلاح وحصل بينهم ردود في صلاة الرغائب. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله إن صلاة الرغائب بدعة لأنه لا دليل عليها. انتبه، مع أنه هو الذي أتى بتأصيل البدعة الحسنة، لأن العز بن عبد السلام يعلم أنه حتى على التقسيم ليس معنى هذا أن الأصل في العبادات أن تفعل ما تشاء كيف ما شئت، بل الأصل المنع والحظر. ولا يقال بأن في الدين بدعة حسنة إلا إذا كان هناك دليل. العز بن عبد السلام الذي أتى بهذا التقسيم ذكر في فتاواه أن إيراد الشعر في خطبة الجمعة بدعة ولا يجوز، وهذا لا يوافق عليه، لكن أعني أنه كان شديدا رحمه الله على البدع. فإذا ليس معنى قول أن في الدين بدعة حسنة أي لك أن تحدث ما شئت كيف ما شئت، بل لا تحدث شيئا إلا إذا دل الدليل على ذلك. يا شيخ يا أبا زرعة، مفهوم الكلام؟ هل فهمتم؟ إذن وهذا الذي ذكرته لكم، وهو أنه حتى على القول بأن في الدين بدعة حسنة ليس مسوغا لإحداث البدع، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع. ذكره ابن حجر الهيثمي الشافعي فتاوى، وذكره شيء وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. هذا في ظني من فهمه ضبط أمرا مهما، وهو قطع الطريق على من يريد أن يحدث في الدين باسم أن هناك بدعة حسنة. يقال حتى ولو قيل بأن في الدين بدعة حسنة فليس هذا مسوغا لإحداث البدع، لأن حتى من يقول بأن في الدين بدعة حسنة يقول الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا لدليل شرعي. الأمر الثالث: كل البدع محرمة، ولا يوجد في الدين بدعة لا دليل عليها ويقال إنها مكروهة، بل كل البدع محرمة. وقد دل على ذلك ما تقدم ذكره من الأدلة، حديث جابر كل بدعة ضلالة، وحديث عرباض بن سارية إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكلام السلف كابن مسعود وغيره: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكلام ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إذن كل البدع محرمة، وهذا مهم جدا
فقد دلت على ذلك الأدلة، هذا أولا. وأجمع على هذا السلف الأولون. حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاقتضاء، وتكلم بكلام مفيد في هذا، وهو أن البدع محرمة. وممن وافق شيخ الإسلام على أن كل البدع محرمة الشاطبي المالكي في كتاب الاعتصام، وإن كان قد عبر الشاطبي في بعض المواضع بأن هذه بدعة مكروهة، عبر بالكراهة، لكنه بين في الكتاب نفسه أن ما عبر فيه بالكراهة فهو يريد كراهة التحريم لا كراهة التنزيه، فهو إذا لا ينازع في أنه محرم، حتى ما عبر فيه بالكراهة فهو يريد كراهة التحريم رحمه الله تعالى. فإذا السلف مجمعون على أن كل البدع محرمة. بل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: والبدع الشبهاتية، قال رحمه الله تعالى: والمعاصي الشبهاتية يعني كالبدع أشد إثما من المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. انتبه، بالسنة والإجماع. إذن كل بدعة كبيرة من كبائر الذنوب، كل بدعة وإن صغرت في الظاهر فهي كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها أشد إثما من المعاصي الشهوانية. وهذا من حيث التأصيل، من حيث الجنس، وهذا من حيث، وأشير إشارة إلى أن هذا من حيث الجنس ولو تفصيله. لكن المعاصي الشبهاتية وهي البدع أشد إثما من المعاصي الشهوانية بدلالة السنة والإجماع، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلام السلف ظاهر في هذا. فمما نقل الشاطبي في كتاب الاعتصام عن الإمام مالك قال ابن ماجشون: رجل قال الإمام مالك: من ابتدع في الدين بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى وغيره أن رجلا قال لمالك رحمه الله تعالى: أحرم من، لاحظ يقول أحرم من مدينة، يعني ألبس إحرامي وألبي من المدينة. فسأل هذا الرجل الإمام مالك: من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من ذي الحليفة. قال: أما أنا أحرم من المدينة. فقال مالك: أخشى عليك الفتنة. قالوا: أي فتنة في أميال؟ يعني أشياء فرق قليل. قال: أنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن السلف شديدون في البدع ومشددون للغاية. هذا يؤكد الإجماع الذي ذكره ابن تيمية، وأن البدع وهي المعاصي الشبهاتية أشد إثما من المعاصي الشهوانية، فلذا يجب الحذر من البدع، فأمرها خطير وانتشارها سريع، وقد أفسدت أديان كثيرا من المسلمين عافاني الله وإياكم. الأمر الرابع: فهم السلف مهم للغاية في كشف البدع، فإن كثيرا من البدع دخلت على المسلمين بالعمومات، أي بالنصوص العامة، وكثير من البدع دخلت على المسلمين بالاستحسانات وبالقياس إلى غير ذلك، فأضرت المسلمين ضررا كبيرا. فلذا لا بد أن نقيد أفهامنا لدين الله كله بفهم السلف الصالح، أي بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما تكاثرت الأدلة على بيان ذلك. الدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأول الصادقين سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. استدل بهذا الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين عن حجية قول الصحابي. الدليل الثاني قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا.
قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين مفهوم مخالفة: إن لم يؤمنوا كما آمنتم فقد ضلوا. فإذا لابد أن نؤمن كما آمن السلف. الدليل الثالث قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: علق الوعيد على مخالفة سبيل المؤمنين، فدل هذا على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، انتبه، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وروى الإمام الدليل الرابع: روى الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون. انتبه، قال: وأصحابي أمنة قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحاب ما يوعدون. ثم قال: وأصحابي، هذا هو الشاهد، أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فدل على، قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: شبه نفسه ثم شبه أصحابه بالنجم الذي به يهتدى، كما قال تعالى: وبالنجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. النجم به الهداية يهتدى به في الطرق لمن ضل السبيل والطريق، إلى غير ذلك من الأدلة. وقد تكاثرت كلمات السلف في مثل هذا. روى الآجري عن الأوزاعي أنه قال: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وقال الإمام أحمد في أصول السنة: والسنة عندنا الكتاب، قال: والسنة عندنا ما كان عليه الصحابة، أي لا بد من اتباع الصحابة. ونقل ابن النجار شرح الكوكب عن الإمام أحمد أنه لا يجوز لأحد أن يفتي حتى يعلم أقوال من تقدم، أي يعلم أقوال السلف. وذكر الخطيب بغدادي في كتاب الفقيه المتفقه لما ذكر شروط المفتي قال: وأن يعلم أقوال السلف. وقال ابن تيمية في كتاب الاقتضاء: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، لا نصا، انتبهوا، ولا استنباطا بحال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذا لابد من كتاب وسنة وما عليه السلف. لذا قال: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين. أمور ثلاثة: وسبيل السابقين أو الأولين. لا يجوز، تأملوا يا أخوان، لا يجوز لأحد أن يتعدى هذه الثلاث. ثم قال ابن تيمية: لا نصا ولا استنباطا بحال. فإذا لابد من كتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ماذا نستفيد من هذا؟ يصح أن يقال عن فهم السلف إنه صمام الأمان لأهل السنة. يأتي نص عام فتفهم أنت بفهمك، وأفهم أنا بفهمي، ويفهم الثالث بفهمي، والرابع بفهمه، فأصبحنا قددا وأصبحنا طوائف. ما الذي يضبط الأفهام ويجعلنا على طريق من مضى من الأنام؟ هو التمسك بفهم السلف الأخيار رحمه الله رحمة واسعة. لا بد من كتاب وسنة على فهم السلف الصالح. إذا ضبطنا هذا الأمر أغلقنا باب البدع، وأغلقنا محاولة دخول الشيطان على الناس بالعمومات. قال ابن تيمية في كتاب الاقتضاء، وذكر مثل هذا بأوضح الشاطبي، أن كثيرا من البدع دخلت على المسلمين بالعمومات، بالنصوص العامة. مثلا من يقول باستحباب الذكر الجماعي يستدل بقوله تعالى: فاذكروني أذكركم، وبالآيات العامة في الذكر، وهي ما بين أن تكون عامة أو مطلقة. فيقال: هذا فهمك للأدلة؟ قال: نعم. يقال له: ننظر إلى فهم السلف، هل فعلوا هذا الفعل؟ لم يفعلوا. فالخير كل الخير في اتباعهم. إذا لا بد أن نقيد أفهامنا للكتاب والسنة بفهم السلف،
بفهم السلف الصالح، ولا أريد أن أطيل، لكنني أزعم أن من ضبط هذا وهو تقييد فهم الكتاب والسنة، فهم السلف، مع الثاني اللي سأذكره، أزعم أنه لا يمكن أن تدخل عليه بدعة في دين الله، لأهمية هذا الضابط وهو فهم الكتاب والسنة، فهم السلف. الأمر الخامس، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية حجة، وسنته وترك فعله صلى الله عليه وسلم حجة، كما أن تركه حجة في الدين. إذا فعل فهو سنة وحجة، وإذا ترك شيئا من الدين كان بإمكانه أن يتعبد به ولم يتعبد به فتركه إذن حجة، كلاهما حجة. وقد ذكر معنا هذا الكلام الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، ففعله صلى الله عليه وسلم حجة وتركه حجة. لذا قال الشافعي في كتاب الرسالة: ولا تخرج الزكاة من الخضروات ولا التبر إلى آخره. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فاستدل بماذا؟ بتركه. وقال ابن تيمية في كتابه الاقتضاء وفي كتاب شرح العمدة قسم الصلاة: كما أن فعله سنة فكذلك تركه سنة. وذكر مثل كلام ابن القيم في كتاب علام الموقعين وفي كتاب زاد المعاد، والشاطبي في كتاب الاعتصام. ففعله صلى الله عليه وسلم كما أن فعله سنة فكذلك تركه سنة، وقد دلت الأدلة على ذلك. وإليكم بعض الأدلة لضيق الوقت. ثبت في صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه صلى مع بشر بن مروان، فكان بشر بن مروان إذا أراد أن يدعو في خطبة الجمعة رفع يديه، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا في الخطبة على المنبر يزيد على أن يشير بإصبعه السبابة. فإذا لا يشرع للخطيب إذا دعا على المنبر أن يرفع يديه، وإنما إذا أراد أن يدعو يشير بإصبعه السبابة. على ماذا اتكأ واعتمد الصحابي الجليل عمارة بن رؤيبة؟ على ترك النبي صلى الله عليه وسلم. لم يفعل هذا، لو كان خيرا لسبقنا إليه. فدل هذا على أن تركه في العبادات سنة كما أن فعله سنة. الدليل الثاني، ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة الحديث الطويل في النفر الثالث الذين سألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثاني: أما أنا فلا أنام، أقوم الليل ولا أنام. قال الثالث: أما أنا فأصوم ولا أفطر، إلى آخر الحديث. الشاهد: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله، ثم ذكر قصة هؤلاء النفر الثلاث، ثم قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أنا أخشاكم أتقاكم. ثم قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام. لاحظ: وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بماذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتركه. قال كأنه يقول: كيف تريدون أن تتركوا عبادات لم أتركها، وعليكم بسنتي تركا وفعلا. هذا معنى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. الدليل الثالث ثبت عند ابن وضاح في كتاب البدع أن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة طويلة دخل المسجد فرأى أقوام يسبحون الله بالحصى، في كل حلقة مجموعة يقول أحدهم: كبروا الله 100، سبحوا الله 100، ويعدون ذلك بالحصى. لما رأى هذا عبد الله بن مسعود تأملوا هذا الأثر العظيم، قال: أأنتم سابقون إلى خير لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنكم مفتتح باب ضلالة؟ القسمة الثنائية لا يوجد ثالث لها. قال: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلى الخير. قال رضي الله عنه وأرضاه: كم من مريد للخير لن يصيبه، لا تكفي النية الحسنة. على ماذا يا إخواني اعتمد عبد الله بن مسعود؟ اعتمد على ترك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولم يفعل هذا الذي فعلتموه من الذكر الجماعي بالحصى إلى آخره. إذن هذا أمر مهم، وهو
الاستدلال بالسنة التركية. والمراد بالسنة التركية أنه كما أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة سنة، كذلك تركه لعبادة مع إمكان فعله لها دين، ويجب أن يتبع وأن يترك كما ترك. ومن تعبد بعبادة لم يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إمكان تعبده بها فقد وقع في البدعة. تنبيه: لقائل يقول كما ذكر ذلك أحد مبتدعة العصر، ألف أحد مبتدعة العصر رسالة، وهو الغماري، ألف رسالة يقول إن تركه ليس سنة، حتى لو ترك شيئا لنا أن نفعل خلاف ما ترك. بماذا استدل؟ انتبهوا. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب. انتبه، لم يأكل الضب، وقد أكل الضب صحابته، فدل على هذا على أن تركه ليس سنة. ولا يقال من خالفه وفعل من ترك وقع في البدع، يقال قد أخطأت خطأ كبيرا وضللت ضلالا مبينا. فرق بين أمرين: بين ترك عبادة وبين ترك أمر لا يتعبد به. هل أكل الضب عبادة؟ لا. لكن الذكر الجماعي بعد الفرائض أو الاحتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 12 من ربيع الأول وهكذا من البدع الكثيرة، هذه يتعبد بها. فرق بين أمرين: فرق بين رجل فرق بين رجل يركب سيارة أو يضع المكيفات، تعرفون المكيفات التي تبرد، ليست عبادة. لا يصح لأحد يقول إن وضعك للمكيف بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. يقال كلا، هذه ليست عبادة، هذه مثلها مثل أكل الضب. فترك أكل الضب ليس عبادة، بخلاف ترك الذكر الجماعي والاحتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، فهذه عبادات. إذا فرق بين ترك أمر على وجه التعبد وترك أمر على غير وجه التعبد. الأمر السادس، والأمور كثيرة فيما يتعلق بالبدعة، لكن أختم بالسادس وأستمع إلى أسئلتكم إن شاء الله تعالى. الأمر السادس: يحصل خلط كبير بين الوسائل المشروعة والبدع المحدثة. يحصل خلط كبير بين الوسائل المشروعة وبين البدع المحدثة. ما أكثر من يخلط في هذا ويسوغ كثيرا من الوسائل بحجة أنه وسيلة، وأن الوسائل لها أحكام الغايات. وقد كثر الخلط في هذا، وحقق الفرق بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وكان العلامة الألباني يردده كثيرا رحمه الله رحمة واسعة ورحمه الله جميع علماء المسلمين. وخلاصة الفرق أن يقال كل وسيلة يراد أن تتخذ وسيلة لعبادة لابد أن ينظر فيها إلى أمرين: الأمر الأول المقتضي والسبب المحوج لفعل هذه الوسيلة، والأمر الثاني المانع. فإذا أردنا أن نتخذ وسيلة لم يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، نسأل سؤالين: الأول، هل كان السبب المحوج لفعل هذه الوسيلة موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أم لا؟ فإن كان موجودا ولم يفعلوا قطعا ليس خيرا، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. فإن كان ليس موجودا فنسأل السؤال الآخر:
هل كان هناك مانع يمنعه من فعله أم لا؟ لنفرض أنه ليس هناك مانع يمنع من فعله ولم يفعله مع إمكان فعله، فهو إذن بدعة. فكل وسيلة إذا اجتمع فيها أمران ففعلها بدعة. الأمر الأول أن يكون السبب لفعلها موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا، لا يمنعه من فعلها مانع، ومع ذلك لم يفعلها لا هو ولا صحابة الكرام، ففعلنا لها بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. وأوضح هذا بأمثلة. في أثر ابن مسعود لما أتى إلى القوم الذين يسبحون الله بالحصى، استدل عليهم بترك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وهي وسيلة، التسبيح بالحصى وسيلة لكثرة الذكر. لماذا استدل عليهم؟ لأنه لو كان خيرا المقتضي لفعله كان موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ولا مانع يمنعهم من يسبحوا بالحصى، فدل على أنه بدعة. مثال ثاني، ثبت في البخاري لما قتل القراء 70، أي أهل العلم 70 الذين يحفظون القرآن، خشي عمر رضي الله عنه أن يذهب القرآن، فأشار على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بجمع القرآن. هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يوجد المقتضي في زمنه، كان موجودا وهو حافظ القرآن ولا يخشى ذهابه، لكن بعد موته خشي ذهابه. فلأجل هذا شرح الله صدر أبي بكر لجمع القرآن، وأوكل الأمر إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فجمع القرآن. لاحظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد المقتضي لجمع القرآن، لا يخشى ذهاب القرآن لوجوده، لكن بعد موته تغير المقتضي فخشي ذهاب القرآن، فلذلك شرح الله صدر أبي بكر لما أشار إليه عمر رضي الله عنهم جميعا فجمع القرآن. هل كلامي واضح يا إخواني مفهوم؟ الحمد لله. مثال ثالث المحاضرات عبر الزوم ومكبرات الصوت إلى غير ذلك، هذه وسيلة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة الكرام. نعم المقتضي كان موجود في زمانهم، هم يحبون أن ينشروا العلم بما لا يقارن بحبنا، نسأل الله أن يجعلنا محبين لذلك ويتقبل منا، لكنهم لم يفعلوا ذلك. المقتضي موجود في زمانهم وهو رغبة نشر العلم ومحبة نشر العلم، لكن هناك مانع، ما هو؟ أنه لم يخترع في زمانهم، لم يكن موجودا في زمانهم، إذا لا يقال إنه بدعة لوجود المانع عندهم. مثال الرابع، الأذان في مكبر الصوت. المقتضي كان موجودا عندهم وهو أنهم يحبون أن ينتشر الأذان وأن يبعد سماع الصوت حتى يشهد لهم يوم القيامة، لكن هناك مانع كان في زمانهم وهو عدم اختراع مكبرات الصوت، فإذا فعلنا ليس بدعة. متى يقال فعلنا بدعة؟ إذا اجتمع أمران، الأول أن يوجد المقتضي في زمانهم، ثانيا ألا يوجد مانع يمنعهم. أمثل بأمور هي من البدع المحدثة ظن بعضهم أنها من الوسائل الشرعية. المثال الأول، الأناشيد المسمات بالأناشيد الإسلامية. ينشد رجل أو يجتمع جماعة وينشدون أناشيد ليرغبوا الناس في الخير. لنفرض أن هناك من ينشد بدون موسيقى ولا غير ذلك، وإنما ينشد مجرد إنشادا ويقول أريد أن أراغب الناس في الخير، فيقال له كان الإنشاد موجودا في زمانهم وهو الحدى، كما كان عامر الأكوع، كان حداء، كان حسن الصوت، وكان إذا ذكر الكلام الحدى تحركت الإبل، تفاعلت الإبل معه بشدة، وعلى الإبل النساء في السفر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعامر الأكوع رفقا بالقوارير، أي بالنساء، لأنك إذا حدوت بالحدى الإبل تحركت بقوة فتأثرت النساء الراكبة للإبل، فقال رفقا بالقوارير.
فكان الصحابة ينشدون إنشادا سهلا على طريقة العرب، وهو المسمى بالحداء، لكنهم ما كانوا يفعلون ذلك على وجه العبادة، لا للدعوة ولا لغير ذلك، وإنما للتسلية. يكونون مسافرين فيقطعون عناء السفر، عندهم أعمال شاقة فيحدون بالحداء حتى يخففوا عنهم المشقة. إذا فرق بين أمرين، بين من ينشد لأجل عبادة ودعوة الناس وترغيب الناس في الخير، وبين من ينشد على وجه المباح والتسلية. يقول ابن تيمية كما في المجلد 11 أو 10 مجموع الفتاوى، قال: لو سئل عالم ما حكم من يركض ويسعى بين جبلين ويمشي، لقال كل عالم جائز، ما في شيء، لا شيء يمنع من ذلك. لكن لو قيل له ما حكم من يسعى ويركض ويمشي بين جبلين تعبدا لله، لقال كل عالم بدعة ومحرم. ما الفرق بين الأمرين؟ أن الأول فعل على وجه الإباحة وليس على وجه العبادة، أما الثاني فعل على وجه ماذا؟ وجه العبادة. فإذا الحداء الذي يذكر على وجه التسلية لا شيء فيه، لكن الذي يحدو ويرجو الأجر من حدائه ونشيده ويرجو أن يؤثر في الناس فيهتدوا ويستقيموا، هذه عبادة. لذا قال ابن تيمية: وكل ما يرجى ثوابه فهو عبادة، ذكره كما في مجموع الفتاوى. وهؤلاء الذين ينشدون أناشيد تسمى الإسلامية، إذا انتهوا من إنشادهم قال: نرجو الله أن يتقبل أعمالنا، إذن هم يتعبدون الله بذلك. فكل ما يرجى ثوابه فهو عبادة. فهذه الأناشيد بدعة، فإن المقتضي أي السبب المحوج لفعلها على وجه الدعوة إلى الله كان موجودا عند الصحابة ولم يفعلوا، والمانع لا يمنعهم شيء من ذلك، فإذا هو بدعة. لذا قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهذه القاعدة التي ذكرها ابن تيمية في كتاب الاقتضاء في الفرق بين الوسائل الشرعية والبدع المحدثة، هي الفارق بين الدعوة المشروعة والدعوة المبتدعة. يقول قائل: العبادات الدعوة إلى الله توقيفية، يقال ليس إطلاقا، بل لا بد من التفصيل. إن وجد المقتضي في زمانهم ولا مانع يمنعهم فهذا توقيفي، كالأناشيد وكالتمثيل المسمى إسلاميا إلى آخره. وإن لم يوجد المقتضي في زمانهم أو وجد لكن هناك مانع يمنعهم فليس توقيفيا، كالدروس عبر الزوم ومكبرات الصوت في الأذان إلى غير ذلك. وهذا الفارق بين الوسائل الشرعية والبدع المحدثة لا يكتب بماء الذهب فإنه قليل عليه، بل يكتب بماء العيون، وهو من الكلام العظيم الذي بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مأخوذ من كلام السلف، لكن ابن تيمية سهله ووضحه. تنبيه: إذا فهم فهم السلف وفهمت السنة التركية، فإن كثيرا من البدع أحدثت بالعمومات وبأنها خير، ما أكثر الذين يقول هذا خير فإذا نفعله. يقال لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ثبت عند الحاكم وصححه العلامة الألباني أن رجلا عطس عند عبد الله بن عمر، عطس فقال: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: والله إني لأصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليه عبد الله بن عمر، لقاء أن يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير، ما المانع؟ يقال صحيح أنه خير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هنا، فتركه سنة كما أن فعله سنة. ففعل عبادة قد تركها مع إنكار فعلها بدعة، ولا يكفي أن تقول هي خير. ومن لطيف ما علق الألباني على هذا قال: يا ترى هل ابن عمر وهابي؟ لأن كثيرا من الناس جهل يظنون الذي ينكر البدع وهابيا، فيقول الألباني: يا ترى هل ابن عمر وهابي؟ هذا أمر السلف وتناقله سلف هذه الأمة، لا ينسب لمحمد بن الوهاب شيخ الإسلام محمد الوهاب ولا لغيره من العلماء، بل هو الذي أتى به السلف. والكلام عن البدع يطول ويحتاج إلى كلام أطول، لكن لعل فيما تقدم كفاية، وقد سبق وتكلمت بتفصيل أطول
في درس بعنوان قواعد في البدعة، وهو موجود صوتيا في موقع الإسلام العتيق. وألفت رسالة بعنوان الرد الأبلج على عبد الله العرفج في مفهوم البدعة، وهذا الكتاب قدم لي فيه الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهو متخصص في الرد على البدع، لأن كتاب العرفج عبد الله العرفج في محاولة تشريع البدع على طريقة الصوفية عافاني الله وإياكم. وأيضا سبق شرح رسالة شيخنا العلامة محمد صالح العثيمين وهي بعنوان الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع، وقد فصلت فيها أكثر فيما يتعلق بقواعد البدعة وبذكر الأمثلة، وهي موجود والشرح موجود في موقع الإسلام العتيق، وموجود في قناتي بالتليجرام. جميع الشروح موجودة بقناتي بالتليجرام. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا. الله خيرا شيخنا على هذه المحاضرة الطيبة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وأن يوفقنا لكل خير ورضا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وفيكم بارك، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.